السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. كل سنة وانتم طيبين يا بنات، يا رب تكونوا بخير. وصفتي النهاردة بقى مختلفة. الفيديو يعني 3 أنواع من السلطات هتنفع بقى في العيد مع الرنجة مع السردين مع يعني أي حاجة اللي هي الحاجات الحرشة ديت اللي احنا هناكلها إن شاء الله في العيد عشان احنا زهقنا من اللحوم والفراخ. تعالوا نشوف طريقتنا الأولى اللي هي البتنجان بالطحينة. عندي بتنجانة كده عملت فيها كذا فتحة، وبعد كده أنا عندي توم ده طازة هبدأ أحطه كده جوه الفتحات، بتدي طعم جميل جدا وطعم مختلف خالص لو انت بتعملي التوم ني كده وبتدقيه وبتحطيه على البتنجان على الشوايه بقى الصغيره كده اهي على البوتاجاز يعني. وهتسيبيها بقى ايه لغايه ما هتستوي. دي طبعا بيبقى الجلد بس هو اللي اتحرق، لكن جواها زي ما انتم شايفين كده بتبقى ابيض، ما بتاخدش بتاع 10 دقايق على العين الصغيره بتاعت البوتاجاز. سيبيها تبرد بس شويه كده عشان تعرفي تشيلي القشره، وبعد كده شيلي اللي هي القشره كده بهدوء خالص. وبعد كده هتشوفوا بصي اللحمه بتاعتها بصي احمر يعني زي قلب البتنجانه. بصوا بيضه خالص ما فيهاش مشكله خالص. بعد كده اهرسيها بقى كويس جدا. بعد كده انا عندي بقى اللي هي الحاجات اللي هنحطها عليها او بهاراتها. انا عندي نص ليمونه، وعندي معلقتين طحينه. انا الطحينه دي انا عاملاها في البيت خام. وبعد كده عندي كوب زبادي، وهنبدأ نقلبها طبعا مع إضافة الملح. قلبي بقى كويس جدا كده لغاية ما الكل يختلط مع بعضه، تبقى انت عملتي أحلى سلطة بتنجان بالطحينة. ممكن بقى ايه مع سردين مع رنجة مع السمك، كله هينفع في العيد إن شاء الله. ألف هنا. تعالوا نشوف الوصفة التانية. الكول سلو يعني طريقة سهلة وبسيطة جدا. أنا عندي طبعا كرومباية كده أنا قسمتها. خلصت التقطيع كده. طبعا ده اللي هي نص كرومبايه صغيره او واحده على حسب الكميه اللي انت عايزاها، وبعد كده قطعتها كويس زي ما انتوا شفتم. بعد كده ديت جزره بشرتها بالطريقه ديت. هحطهم بقى كده الاتنين كده مع بعض. اسهل سلطه ممكن تقدميها وطعمها جميل جدا. عندي بقى ربع كوبايه حليب صغيره، وعندي معلقتين مايونيز، وعندي معلقتين سكر. ممكن العسل لو انت مش عايزه سكر. معلقتين خل. قلبيهم كده كويس. حطي بقى اللي هي معاهم. خلصنا بقى كده التقليب. طعمها بيبقى تحفة رهيبة بصراحة يعني. قلبي كويس. بعد كده قدميها بألف هنا وشفا. نشوف الوصفة الأخيرة بقى اللي هي سلطة الخيار بالنعناع. عندي خيارة مقطعة، ورقتين نعناع فريش، كوب زبادي، رشة ملح، وفص توم. مقاديرنا بسيطة، ممكن تضاعفي الكمية يعني 5 6 مرات يعني زي ما انت عايزة طبعا. هفضي بقى الزبادي كده بتاعتي في اللي هي البولة كده، يعني تقليبة بسيطة كده بس أفك الزبادي من بعضها. وبعد كده النعناع الفريش هقطعه، وبعد كده هبشر اللي هي فص الثوم. ويبقى كده سلطة الخيار بتاعتنا جهزت. ما فيش أسهل من كده، وطعمها جدا جدا جدا. طبعا رشة الملح مهمة. وحطي الخيارة المقطعة. بقى عندك 3 أنواع من السلطات تعمليهم في 10 دقايق في منتهى الروعة. عندي سلطة الخيار، وعندي البابا غنوج، وعندي الكول سلو. أتمنى أن الفيديو ينال رضاكم، والسلام عليكم ورحمة الله.